الفيديو ده هنشوف مع بعض أفضل 10 أهداف في الدوري المصري، ونبدأ مع بعض بهدف حسن شحاتة في المصري اللي من نص الملعب تقريبا قدر حسن شحاتة يعدي بالكورة ويستمر بالكورة ويرقص الأول والتاني على طول من ورا ظهر المدافع، على طول يعدي بالكورة ويروح يخلص على طول بفينش ولا أروع من بتوع المعلم حسن شحاتة المتعودين عليه بوش رجله في البعيدة، ولا أروع ولا أجمل. الهدف التاسع معانا لمحمد صلاح نجم ليفربول أيام المقاولين العرب في الاتحاد السكندري، ده من أفضل الأهداف تقريبا في تاريخ الدوري المصري. قدر صلاح ياخد الكورة من نص الملعب بانطلاقة ولا أروع ولا أجمل، بعد ما فرش ونيم الأول فرشة عالمية وعدى من التاني وكمل بسرعته ومهارته وقدر يفنش كالعادة يعني في المرمى بمنتهى السهولة بتاعة محمد صلاح اللي احنا عارفينها، بس المرة دي كان صلاح لسه مقاولين عرب مش ليفربول. الهدف الثامن معانا للأسطورة محمود الخطيب بعد هدف بالكعب ولا أروع ولا أجمل، ودي قيمة محمود الخطيب اللي ما كانش بيسجل أهداف عادية خالص. الراجل بيستقبل العرضية على طول بكعبه في المرمى مرة واحدة بمنتهى الدقة والمهارة والحرفنة اللي في الدنيا. هي دي مهارة بيبو اللي مش عند حد زيه، هو ده محمود الخطيب أسطورة الأساطير، وده كان الهدف الثامن معانا. الهدف السابع معانا لبشير عبد الصمد نجم نادي الإسماعيلي، أسطورة نادي الإسماعيلي الحريف اللي مش كتير هيعرفوا ومش كتير هيفتكروا. بعد هدف ولا أروع ولا أجمل تشميسة جميلة، وبعد التشميسة أخد الكرة من مرة واحدة بشماله في المرمى بتسديدة ولا أروع ولا أجمل. ده من أجمل أهداف الدوري المصري فعلا من كابتن بشير عبد الصمد أسطورة نادي الإسماعيلي. الهدف السادس معانا لإبراهيم حسن، وده من أجمل أهداف الدوري المصري. ليه هتقولي من أجمل أهداف الدوري المصري؟ لأن الهدف ده من قبل كمان نص الملعب، هدف من مسافة بعيدة جدا. قدر إبراهيم حسن بدقة رجله الشمال إنه يحط الكورة دي من المسافة البعيدة دي من مرة واحدة لب في المرمى من مرة واحدة، ودي دقة متناهية من إبراهيم حسن، فيستحق إنه يتواجد في أفضل 10 أهداف في الدوري المصري. هدف جميل، هدف رائع، هدف بالنسبة لي من أفضل الأهداف وأكيد هيعجبكم. الهدف الخامس معانا للهردة في مرمى نادي الزمالك بعد تسديدة جميلة جدا من عند نص الملعب تقريبا، بعد ما كانت كورة مردودة من ضربة ركنية في ماتش حرس الحدود والزمالك. قدر الهرد على طول يردها من مرة واحدة في المرمى بشكل جميل جدا بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد، ومحدش قدر يقف قدامها، ويستحق أن يتواجد في أفضل 10 أهداف في تاريخ الدوري المصري. هدف الهرد لاعب حرس الحدود في نادي الزمالك. طالما اتكلمنا على الأهداف الجميلة في الدوري المصري، ما ينفعش ما نجيبش الهدف ده بتاع خالد بيبو في مرمى المنصورة، من أحلى أهداف الدوري المصري حرفيا. الراجل بيعمل لب من على حدود ال 18 ورا أروع ولا أجمل، بعد ما استلم الكرة استلامة واحدة ونطقها تنطيقة كده، ومن قبل ما تنزل على الأرض يعملها لب في البعيدة الحارس المنصورة. جون خيالي، جون لعيب كبير جدا، جون من لعيب عنده مهارات وإمكانيات فنية كبيرة، يمكن ما أخدش حقه والإصابات قضت عليه بسرعة، ولكن خالد بيبو كان من أحرف اللعيبة في تاريخ الدوري المصري. الهدف الثالث معانا لمصطفى محمد نجم نادي الزمالك، بس لما كان معار في طنطا في بداياته، وهدف ولا أروع ولا أجمل بلعبة بهلوانية ما يجيبهاش غير مهاجم كبير فعلا. دبل كيك ولا أروع ولا أجمل من مصطفى محمد من مرة واحدة بعد عرضية جميلة في مرمى مصر المقصة. ده كان ثالث هدف معانا في أجمل أهداف الدوري المصري. طبعا إذا ذكر أهداف الدوري المصري الجميلة ما ينفعش ما نتكلمش عن جون صلاح أمين العالمي، أحلى جون تقريبا في تاريخ الدوري المصري، على طريقة مين؟ على طريقة واين روني نجم مانشستر يونايتد في مرمى مانشستر سيتي. جول ولا أروع ولا أجمل، يعني حاجة كده شبه الجون اللي فات، بس ده أحلى كمان بسبب التكنيك اللي حط بيه صلاح أمين الكورة، وبسبب مكان تواجده، وبسبب كمان الحركة جسمه. فعلا هدف من أحلى أهداف الدوري المصري، ويستحق إنه يكون رقم 2. هو ده صلاح أمين المهاجم اللي ما خدش حقه في الدوري المصري لأنه ما لعبش أهلي وزمالك. استنوا عنه فيديو بأحلى أهدافه، هتنبهروا بالأهداف اللي كان بيسجلها صلاح أمين. الهدف الأول والأخير معانا، وطبعا الذكر أفضل أهداف الدوري المصري، ما ينفعش ما نجيبش الهدف ده لماجيكو محمد أبو تريكة ساحر النادي الأهلي، وأفضل من لمس الكورة في تاريخ الدوري المصري كمان بدبل كيك ولا أروع ولا أجمل بعد استلامة خيالية من أبو تريكة. شوف الراجل بيستلم بمنتهى السهولة وبيحط كمان الكرة دبل كيك ولا أروع ولا أجمل من كده، سهلة جدا، يحسسك إن الكرة دي أسهل حاجة في الحياة، رغم إن كرة القدم مش سهلة خالص. هو ده أبو تريكة اللي اتمتعنا معاه، وكنت محظوظ جدا إن حضرت كل مبارياته وشفت الراجل ده وهو بيلعب، الماجيكو الساحر محمد أبو تريكة.
وبكده نكون استعرضنا افضل 10 اهداف في تاريخ الدوري المصري من وجهة نظري. قول لي انت بقى ايه رأيك، ايه احسن هدف في العشر اهداف، وهل الترتيب ده عجبك ولا لا، وهل في اهداف تاني انا ما ذكرتهاش تستحق انها تنضم للفيديو وتكون من احلى 10 اهداف؟ لو في اهداف تاني قولها لي في الكومنتات ونعمل جزء تاني للفيديو. وما تنساش اللايك والشير والمتابعة، ويا رب يكون الفيديو عجبك. وما تنساش تصلي على النبي. سلام.